مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات العشوائي وجايين نتكلم عن قائمة كأس العالم. أنا بالنسبة لي شايف هي أفضل قائمة موجودة في السكور بتاع النادي الأهلي. ليه؟ هنتكلم وهنقول ليه. أولا طبعا محمد الشناوي وشوبير وحمزة علاء وما فيش، لازم التلاتة يروحوا. متعرفش إيه اللي ممكن يحصل. خط الدفاع، الخط الأربعة المتاحين بالنسبة لك محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، ربيعة، خالد عبد الفتاح، لأن متولي مصاب من 6 شهور، يعني تاني من كأس العالم اللي فات ما رجعش، وكل ما بيرجع يجيله شد في صباع رجله، يرجع يجيله شد في السمانة، صباع في الحوض، على كده. الناحية اليمين أنت واخد أكرم ومحمد هاني، هما افضل حاجه موجوده، واحنا عارفين ان هاني ما بيلعبش الا في كاس العالم وبيتالق كمان، وان شاء الله كمان اكرم كمان يتالق. الشمال عندك علي معلول، وما عندكش غنى عن، ومعاه الدبيس اللي بدأ يثبت نفسه. خط النص هو انت اقوى حاجه عندك، هو خط النص. خدت مروان، خدت امام عاشور، خدت السولية، خدت اليو ديانج، خدت احمد كوكا، فخط النص عندك متكامل تقدر ان انت تلعب بيه. وقفشه، خدت الناحية التانية حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرستاو، موديست. هو دي الأوراق المتاحة بالنسبة لك. صلاح محسن هو اللي عمل في نفسه كده. صلاح محسن أنا بالنسبة لي شايفه لعيب محدود. الناس بتقول عنده إمكانيات وناس بتقول هو عنده. أنا بقى بقول لك كصلاح محسن هي دي إمكانياته. هو آخره يلعب في إنبي، يلعب في سموحة، يلعب، هو ده عامل زي مروان كده. هما ده آخره، مش هيقدر يعدي أكتر من كده. فمحدش يلوم صلاح محسن لأن هي دي إمكانياته، وهو مش قادر يعمل أكتر من كده. فهتكلموا في إيه؟ هو لعيب كسلان، ما بيحبش يجري، ما بيحبش يمرمط نفسه. حط نفسه كده قدام كهربا وشوف. كهربا بيموت نفسه وبيلحس الأسفل، بيضيع، بيروح بيعمل بس كهربا بيموت نفسه لغاية ما بيجيب. هو ده الفرق اللي بينه وبين كهربا. أحمد عبد القادر هو عنده مشكلة من السنة اللي فاتت. أحمد عبد القادر يعني أنا كنت شايفه بيقعد يشوح وبيزعل إن هو بيطلع، وبيزعل إن هو ما بيلعبش، بيزعل وبيعمل. أحمد عبد القادر أنت بتلعب في الأهلي، وأوقات لما كنت بتاخد فرصة كنت برضو عندك مشكلة في الأنانية، بتأنن. وده مش، ما ينفعش تبقى بتلعب في نادي كبير ويبقى عندك سنة الأنانية دي، تبقى رايح 3 مثلا وأنت عايز أنت اللي تجيب الجون، تبقى رايح انفراد على الجون، وبدل المفروض تحطها بالعرض تضمنها، لا انت عايز تحطها وتشوف. كانت بتعمل لك مشكله. هو ما بتركزش في التمرين، ده كلام المدير الفني مش كلام اي حد. المدير الفني هو شايف ان انت ما بتركز، لان لو انت بتركز اكيد كنت هتبقى في كاس العالم. ما كانش حد هيقول لك اي 30 كلمه. احنا ما شفناكش بقالنا سنه اهو، من بقالك حوالي كام شهر من ساعه ما ابتدينا الموسم الجديد، انت ما عملتش اي حاجه او ما شفنالكش اي حاجه، او يا دوب لعبت ماتش او اتنين، ومره تبقى موجود مره مش موجود. فمحدش يلوم كولر الا اللعيب. اللعيب هو اكيد عنده تاثير، اكيد عنده مشكله، فلازم يراجع نفسه، على قادر يراجع نفسه ويشوف هو جاله التاثير ده جاي منين. الباقي هو لعيبة صغيرة عندها إصابات، فكل القايمة هي دي أفضل سكور تقدر تروح بيه. بس ده يرجع ويقول إن النادي الأهلي فيه لعيبة محتاجة تمشي وتتفور، وتجيب لعيبة تاني على قد المستوى. لازم نخلص كملعب واحد، لازم تشوف مهاجم كويس. يعني أنا شايف الواد بتاع غانا اللي هو جه بيلعب قدامنا دوت، الواد المهاجم بتاعهم ده تمنه ب250,000 دولار مثلا. يا عم هاته وديه زد، هاته عيره لزد يلعب اتفرج عليه. انت ما انت بتدفع كل سنه 2 و3 ولا 3 مليون دولار وما بتحصلش اي حاجه، بنرميهم في الهوا. ايه المشكله لما اجيب لعيب بنص مليون دولار وارميه في اي نادي اعاره لغايه ما اشوف الدنيا فيها ايه؟ ومش هتخسر حاجه. خسرت ايه؟ يعني انت حسيت ان هو مش مكمل فانت كسبت، ما خسرتش اهو. خلاص مش هينفع اكمل معاه، انما استنى لما يوصل سعره لرقم وارجع بعد كده اجيبه. في كذا حاجة لازم يبقى عندك كشاف، لازم يبقى عندك ناس بتبص بتشوف تعمل ايه، هتعمل ايه كده. لما بتسيبش كل حاجة للظروف. وادينا هنشوف، رايحين لكأس العالم ومستنيين نشوف هنوصل لغاية فين. شكرا.